السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله هنعمل خلية النحل. خلية النحل من أجمل الحاجات اللي أنا حبيتها جدا. طعمها خطير وريحة القرفة عليها حاجة تانية خالص. العجينة ما شاء الله قطنية وهشة، وتحسي كده ان انت بتطري على قلبك وانت بتاكليها، والصوص مخلي طعمها في حتة تانية خالص. بص يا باشا. بص يا باشا، العجينة بالصلاة على النبي خيال. حكاية. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. جهزي قهوتك ويلا بينا نقول بسم الله. الأول عندنا هنجيب كوباية من اللبن الدافي، وهننزل عليها بثلاث معالق كبار من السكر ومعلقة كبيرة من الخميرة الفورية، وهنقلبهم كويس وهنغطيهم لمدة 5 دقايق لحد ما الخميرة تتفاعل مع الخليط. بعد كده هنرجع نبص على الخميرة. أول لما نلاقي الفقاقيع اللي اتكونت على الوش دي، يبقى كده الخليط ده تمام وجاهز. هنجيب الوعاء اللي هنعجن فيه أو العجان، أنا عجنت على إيدي. هنديله معلقة كبيرة من الزبادي، والزبادي هيدي العجينة طراوة خطيرة. وهننزل بالدقيق تدريجي. العجينة هتحتاج من كوباية ل3 كوبايات ونص من الدقيق. هننزل على الدقيق بمعلقة من البيكنج باودر ورشة بسيطة من الملح، وهننزل بيهم على العجينة. وكل ما هنلاقي العجينة محتاجة دقيق هننزل واحدة واحدة على العجينة لحد ما هيبقى معانا ملمسها ناعم. هننزل بربع كوباية من الزبدة السايحة على العجينة، وبعد كده هنقلبها كويس وهنعجن لحد ما العجينة تبقى ملمسها ناعم جدا معانا، ونغطيها ونسيبها تتخمر. أول لما العجينة بتاعتنا حجمها يتضاعف، يبقى العجينة بتاعتنا تمام وجاهزة للتقطيع. هنفرغ منها الهواء بصباعنا كده زي ما انتوا شايفين، وهنقطع العجينة قطع صغيرة. هنكورها كور صغيرة وهنرصها في الوعاء اللي هنسوي فيه على شكل دايرة، ونحاول نسيب مسافة بسيطة بين كل كورة، لأن العجينة حجمها هيتفاعل جوه الفرن. بعد كده هنجيب الغطاء اللي هنرشه على العجينة من فوق. ننزل بمعلقة كبيرة من القرفة البودر ومعلقة كبيرة من السكر البودر. هو الستاندر بتاع خلية النحل ان احنا نجيب سكر بني وننزل عليهم بمعلقة من القرفة البودر ونلف كرات العجينة دي فيهم. بس بصراحة انا حبيت الطريقة دي اكتر، لان القرفة مع السكر البودر مدين طعم وريحة خطيرة جدا، والقرفة مخلية ريحة البيت جميلة. هنسخن الفرن على 180 ونشغل تحت بس. وبعد 25 دقيقة كانت الكيكة بتاعتنا جاهزة وقلبت ريحة البيت كلها بالقرفة الجميلة. اوعى بقى. بعد كده هنخش على الصوص بتاعنا. هنجيب 2 كوباية من السكر البودر، وهننزل عليهم بنص كوباية من الجبنة الكريمي. لو حضرتك بتحبي الصوص يكون أتقل من كده هتزودي في الجبنة الكريمي. بعد كده هننزل بنص كوباية من اللبن ومعلقتين من الزبدة، وهنقلبهم مع بعض لحد ما نوصل للقوام اللي احنا عايزينه. واخر حاجة هننزل بباكو من الفانيليا. وادي قوام الصوص بتاعنا، وكده جاهز ننزل بيه على خلية النحل. اوعى وشك، خطيرة جدا وريحتها حكاية والله. جربوها وان شاء الله تعجبكم، وما تنسوش تقولولي رأيكم في الكومنتات. شكرا.